هنكمل مع بعض شرح كورس التحاليل العملي، وهنتكلم النهاردة عن اليوريك أسيد أو حمض البوليك، وهنشرحه بالتفصيل وهنقول أسرار فيه لأول مرة، وإزاي نشتغله في الدم وإزاي نشتغله في البول، ولما يزيد إيه أسبابه ولما يقل إيه أسبابه، ولو النتيجة طلعت قليلة إزاي تتعامل جوه المعمل. حلقة النهاردة مهمة جدا، فركز معايا وحضر كشكولك وقلمك وكوباية القهوة بتاعتك، ويلا بينا ندخل في حلقة النهاردة. بس قبل اي حاجة، لو انت اول مرة تشوفني ما تنساش تعمل لايك للفيديو، شير للقناة وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. صلى على النبي ويلا بينا نبدأ على طول. معاكم كابتن اناليسيس. قبل ما اكلمك عن اليوريك اسيد مانيوال، تعال احكي لك حدوته صغيره. زمان جدا كانت الملوك بتاكل لحوم كتير، ومن كتر اكل اللحمه ده بدأ يظهر عليهم اعراض غريبه ما كانتش موجوده قبل كده، زي ان صوابع ايديهم بتوجعهم، وكعب رجليهم بيوجعهم زي شكة الدبوس، وكمان صوبع رجليهم الكبير بيورم ويحمر. لما قعدنا ندرس اكتشفنا ان اللي سبب الاعراض دي كلها هو مرض النقرس او الجوت، نتيجة لوجود اليوريك اسيد بنسبة عالية نتيجة لاكل اللحوم الكتير. وبالتالي المريض لما يجي لك المعمل ويجي يقول لك انا كعب رجلي بيوجعني، او في شكة زي شكة الدبوس، او صبع رجلي الكبير بيورم وبيحمر، هنا على طول نقول له بعد اذنك اعمل تحليل يوريك اسيد. لازم تعرف معلومة مهمة جدا، ان اليوريك اسيد عندي هو اند برودكت، ناتج نهائي لتكسير الدي ان ايه. الدي ان ايه عندي هيتكسر لبيورين، والبيورين هيتكسر لزيناسين، والزيناسين هيديني يوريك اسيد اللي بيحب وبيتكيف قوي انه يروح يترسب في المفاصل ويسبب لي مرض الجوت. جميل. ارتفاع اليوريك اسيد بيسمى الهايبر يورسيميا، وده بنشوفه دايما في حالات الإصابة بمرض الجوت. أما انخفاض اليوريك أسيد ده بيسمى الهايبويورسيميا، وده هنقول أسبابه، لأن ده بيقابلنا كتير في المعمل وما بنعرفش نتصرف معاه إزاي. نكمل مع بعض. بعد المريض ما قالك على كل الأعراض وقلت له اعمل تحليل يوريك أسيد، أول حاجة لازم تعرف نوع العينة بتاعتك اللي هتشتغلها إيه. السبيسمن، عندي نوعين من العينات اللي ممكن أشتغل منهم اليوريك أسيد، يا إما بلاد يا إما يورين. طب لو هنشتغل العينة بلاد، عندي يا سيرم يا بلازما. طيب السيرم هو الدم في بلين تيوب او انبوبه فاضيه واعمل لها سنترفيوج. طب البلازما قال لك الدم محطوط على انتي كواجولانت. طب هستخدم انتي كواجولانت نوع ايه؟ قال لك اديتا او هيبرين. طيب لو انا هستخدم عينه يورين، قال لك اول حاجه لازم تعمل كوليكشن 24 ساعه للبول، وخلي بالك بعد ما تعمل الكوليكشن قبل ما تيجي تشتغل بعد اذن حضرتك لازم تعمل تخفيف 1/10 باستخدام النورمال سلاين. جميل. طيب دلوقتي انت سحبت العينه ومش هتقدر تشتغلها دلوقتي، قال لك لازم تعرف الاستورج او الاستابيليتي بتاعت العينه هتكون ازاي. لو انت حطيت العينه بتاعتك بعد ما فصلت السيرم او البلازما في الروم تمبريتشر، هنا تقدر تشتغلها خلال 3 ايام مفيش اي مشكله. اما لو سحبت السيرم وفصلته وحطيته في التلاجة في درجة حرارة 4، تقدر تشتغلها من 3 ل 5 ايام مفيش مشكلة عندي. اما لو حطيتها في درجة حرارة -20، العينة تنفع تشتغلها خلال 6 شهور. وزي ما اتعودنا في القاعدة بتاعتنا، كل ما درجة الحرارة قلت كل ما زادت مدة الحفظ بتاعتي. نكمل مع بعض. بعد ما سحبت عينة الدم بتاعتك، أول حاجة تعملها تفتح باب التلاجة وتطلع المحلول بتاعك الرياجنت وتحطه على البنش لمدة ربع ساعة عشان ياخد درجة حرارة الغرفة. بعد كده هتشغل الجهاز بتاعك وتبدأ تشوف برمجة اليوريك أسيد عندك متبرمجة صح ولا غلط. يلا نشوف البرمجة ازاي. الويف لينس عندك هيكون من 500 ل 550، ويفضل انك تشتغل على ويف لينس 546. الاساي تايب او الطريقه اللي هتشتغل بيها هي اند بوينت. الرياكشن تايب مده التفاعل قد ايه. لو هتشتغل في درجه حراره 37 يبقى 5 دقائق، اما لو هتشتغل في درجه حراره من 15 ل 25 تبقى 10 دقائق. لازم تعرف نقطه مهمه جدا، الرياجنت بلانك ليميت من 0.00 ل
أو 0.15. لو النتيجة أعلى من 15 يبقى المحلول بتاعك فيه مشكلة وعلى طول لازم تغير المحلول. خلي بالك الزيرو ادجستمنت بايو ايجنت بلانك، ما ينفعش تعمل بلانك بديستلد ووتر بميه مقطره. كمان لازم تكون عارف اللينياريتي بتاعتك اب تو 20، والنتيجه لو طلعت اعلى من 20 بعد اذن حضرتك لازم تخفف زي ما هتشوف طريقه التخفيف دلوقتي. نكمل مع بعض. المحاليل خدت درجة حرارة الغرفة، الجهاز بتاعك اشتغل. يلا بينا نشتغل تحليل اليوريك اسيد. هتحضر ليا 3 انابيب وتكتب على الانبوبة الاولى بلانك، والانبوبة التانية ستاندر، والانبوبة التالتة سامبل او سبيسمن. وهتاخد 1 ملي من الرياجنت بتاعك وتحطه في كل الانابيب. هتيجي على انبوبة الستاندر وتاخد 20 مايكرون من الستاندر تحطهم في الانبوبة وتعمل ميكس كويس جدا. وهتيجي على انبوبه السبيسمن او العينه وتاخد 20 مايكرون من السيروم بتاعك وتعمل ميكس كويس جدا. وبعد كده بعد ما تعمل ميكس للانابيب هتحطها في درجه حراره 37 جوه الحضانه لمده 5 دقائق، او في درجه حراره من 15 ل 25 لمدة 10 دقايق. خلي بالك من نقطة مهمة جدا، أنا بقول لك طريقة من طرق شغل اليوريك أسيد، أما لو أنت عندك محلول بيشتغل بطريقة تانية لازم تقرأ البامفلت وتتبع الخطوات اللي مكتوبة في البامفلت. نكمل مع بعض. بعد ما عملت تحضير لمدة 5 دقايق أو 10 دقايق هتبدأ تقيس النتيجة على الجهاز وتكتبها عندك. ركز معايا، لو النتيجة طلعت أعلى من 20 هنا أنت عديت اللينياريتي الخاص باليوريك أسيد، فلازم تعمل دايليوشن. هتجيب أنبوبة فاضية وتحط فيها 400 مايكرون من النورمال سلاين أو الديستلد ووتر زي ما مكتوب في البامفلت، وتحط عليهم 100 مايكرون من السيروم. وبعد كده تعمل ميكس كويس وتشتغل اليوريك اسيد مره تانية من العينه اللي انت مخففها، والنتيجه اللي تطلع تضربها في 5. طيب نقطه مهمه جدا، في حاله العينه اللايبيميك اللي كلها دهون ما ينفعش اشتغلها لان دوت هيطلع لي نتيجه عاليه. طب اتصرف ازاي؟ قال لك تعمل سامبل بلانك. ازاي اعمل سامبل بلانك؟ 1 ملي من الديستال ووتر على 20 مايكرون من السيروم. وبص بقى، هتاخد الانبوبه وتقيس النتيجه وتسجلها عندك، ولما تقيس نتيجه السبيسمين بتاعتك تسجلها عندك وتطرح قرايه السامبل بلانك من السبيسمين. هي دي النتيجه الفعليه لليوريك اسيد، وكنا شرحنا السامبل بلانك بالتفصيل الممل. ركز معايا في اللي جاي لانه مهم جدا. ركز معايا، النسبة الطبيعية لليوريك أسيد بتختلف في الرجال عن النساء. فهتلاقي النسبة في الميل الرجالة من 3.5 ل 7.2 مللي جرام بر ديسيليتر، وهتلاقي النسبة الطبيعية في النساء الفيميل من 2.6 ل 6 مللي جرام بر ديسيليتر، وهتلاقي في التشايلد الأطفال من 2 ل 5.5 مللي جرام بر ديسيليتر. اما نتيجة اليوريك اسيد في اليورين فهتكون من 250 ل 750 مللي جرام بير داي لليوم. ركز معايا بقى، في حالة ارتفاع نسبة اليوريك اسيد عن الطبيعي ده يسمى هايبر يوريسيميا، وده بنشوفه في امراض كتيرة جدا زي الجوت، اللوكيميا، البوليسايسيميا، الديابيتس، الهايبوثايروديزم، وسام جيناتيك ديزيز. طيب انت بتشتغل لقيت عندك نسبة اليوريك اسيد اقل من الطبيعي، هايبو يوريسيميا. بعد اذن حضرتك ما ترفعش النتيجة وتقول احطها في الطبيعي، لان المريض ده في الغالب بيكون عنده مشاكل كتيرة جدا. بص، اول سبب للهايبو يوريسيميا دراجز، المريض ده واخد ادوية، واشهر مثال عندك زي الاسبرين. الاسبرين بيقلل نسبة اليوريك اسيد، وزي بقية الادوية اللي انت شايفها. كمان مرض الويلسون ديزيز والسيفير هيباتو سيلولار ديزيز، كل ده بيسبب لي انخفاض لنسبة اليوريك اسيد. كمان لو المريض ده ما بياكلش لحوم كتير، يعني المريض ده فيجيتيريان نباتي، ممكن يحصل انخفاض لنسبة اليوريك اسيد عندي. دي كانت حلقة النهاردة في ازاي تشتغل اليوريك اسيد بالتفصيل الممل. اتمنى الحلقة تعجبكم، ولو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك للفيديو وشير للقناة وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. كان معاكم كابتن اناليسيس. باي.